أهلا بكم مشاهدينا. تشير توقعات الأرصاد الجوية في قطر إلى تزايد كميات السحب في الأجواء من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع الجديد. بالتالي تتهيأ الفرص لهطل الأمطار متفاوتة الشدة والغزارة، قد تكون رعدية أحيانا، وعلى بعض المناطق تترافق بهبات رياح قوية. يأتي هذا مع احتمالية تأثر عدد من مناطق شبه الجزيرة العربية برياح غربية نشطة مع هبات قوية تلامس أحيانا حاجز 100 كيلومتر في الساعة، تعمل بالتالي على إثارة الأتربة والغبار وتتسبب بتدني مدى الرؤية الأفقية. تشمل تأثيرات الرياح القوية المناطق الوسطى وكذلك المنطقة الشرقية، مع توقع تأثر أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية مطلع الأسبوع الجديد بحالة جوية ماطرة. في الأثناء مشاهدينا، تصل الحرارة غدا ظهرا إلى 30 مئوية متوقعة في مسقط العاصمة، مع أجواء مستقرة ومشمسة على عكس ما هو متوقع في العاصمة القطرية الدوحة ومنها إلى العاصمة الكويت. أمطار وعواصف رعدية قوية متوقعة مع درجات حرارة عشرينية. سلسلة من الأمطار تؤثر بدورها على أجواء العاصمة الرياض ومنها إلى مكة المكرمة غربا، مع 30 درجة مئوية متوقعة في أجوائها. تمتد مشاهدينا فرص الأمطار جنوبا، قد تؤثر على صنعاء اليمنية مع درجات حرارة تصل فيها إلى حدود 30 درجة مئوية، كذلك هو الحال في عدن. إلى بلاد الشام الآن، وكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة يطرأ بموجبها انخفاض إضافي على درجات الحرارة، لتكون بالتالي أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية. أيضا مشاهدينا، مع تأثير حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تترافق بهطل أمطار متوقعة خلال الساعات القادمة، تؤثر بالتالي على جميع عواصم المنطقة من دمشق إلى بيروت العاصمة اللبنانية، ثم عمان العاصمة الأردنية، ومنها إلى أجواء القدس الشريفة، مع درجات حرارة معظم